السلام عليكم. تحيه خاصه لاذاعه الصويره مباشر تيفي على الحضور ديالها اللي جات باش تسمع الساكنات يذوب لها بشويه تمنار اقليم الصويره على المشاكل اللي كتعيشها. حنا بدورنا كنشكركم على الجرأه ديالكم، وكنتمناو ان شاء الله بان المسؤولين يكونوا يعني كلهم اذان صاغيه ويستمعوا للمشاكل ديالكم ان شاء الله، ويكونوا حاضرين لان هادو حقوق وملزمين هم بتوفيرها لكم في اطار يعني المسؤوليه اللي مرميه على العاتق ديالهم. ونتمنى ان شاء الله يكون خير ونزوركم مره اخرى ويكونوا هذه المشاكل ان شاء الله تحلوا باذن الله. المسؤولين يلتفتوا لهذا الدوار هذا ان شاء الله. مناضلات من اجل حقوقنا، مناضلات من اجل حقوقنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا أحييكم بتحية الإسلام. كما ترون أننا مجتمعون في هذا اليوم من أجل إيصال رسالة إلى المسؤولين والجهات المسؤولة. مفادها أننا نعاني في قريتنا دوار يذوب لها من عدة مشاكل: قلة الماء الصالح للشرب، وانعدام النقل المدرسي والطرق، وقد قمنا بتقسيم المشاكل فيما بيننا. فأنا سأتحدث عن مشكل محاربة الأمية منعدم عندنا في هذا الدوار، إذ أن غالبية النساء لم يدرسن في صغارهن ولا الفتيات لظروف وأسباب، ولا يفهمن ماذا يقولن في الصلاة إلا أنهن يقلدن. ليس عيبا علينا كمجتمع مغربي وإسلامي، ومنه فإننا نطالب المسؤولين والجهات المسؤولة بتجهيز الدوار بمدرسة وأستاذة لتدريسهن. عاش الملك. وكما ينص الدستور حسب القانون 38/09 المحدث للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وخصوصا المادة الثالثة، تتولى الوكالة المهام التالية: اقتراح برامج عمل سنوية على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، توجيه وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومع الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة، وكذا مع المنظمات الغير حكومية. ونحن لم نستفد منها من كل هذه الأمور. عاش الملك. ونحن وسنناضل إلى الأبد. شكرا. وحنا بدورنا كنضموا صوتنا للساكنه وكنوصلوا الصرخه ديالهم للمسؤولين، واكيد غادي في اطار حق الرد مكفول غنتواصلوا بالمسؤولين وغنطرحوا عليهم على مكاتبهم، غنوضعوا عليها هاد الشكايات تاع هاد الساكنه اللي ما كطالبش بشي حاجه اللي هي ماشي من حقها، كيطالبوا مسائل اللي هي من حقهم دستوريا وقانونيا. هاد الناس محتاجين للطريق باش انهم يتنقلوا في اطار فك العزله اللي هي يعني من الاشياء اللي راهن عليها الملك ديالنا محمد السادس بالنسبه للساكنه القرويه. هاد الناس محتاجين الماء الصالح للشرب، والماء اساس الحياه. وحنا حاليا في جائحه كوفيد كنعرفوا بان باش نعقموا، باش ننظفوا، باش نحميو انفسنا خاصنا الماء. هاد الناس كيخافوا على وليداتهم اللي كيتنقلوا للمدرسه في ظروف غير سليمه، فواحد الظروف اللي غير مناسبه، تيخافوا على وليداتهم. ما كاينش النقل المدرسي، الطرق كما تنشوفوا يعني غير معبده وما صالحاش، كيتنقلوا بواحد المبلغ اللي هو كبير عبر ما يسمى بالخطافه اللي كيكلفهم واحد الميزانيه كبيره. وهاد الناس ما عندهمش واحد المدخول اللي هو يعني قار، ما عندهمش انشطه مديره للدخل. اليوم خرجوا باش يطالبوا هاد المسؤولين وخاصه المنتخبين اللي وضعوا فيهم ثقتهم وحطوهم، واللي كما كيقولوا انهم ما كيشوفوهمش نهائيا، ما توصلوهمش، وهاد الدوار مهمش يعني لسنوات وسنوات. كنتمناو اليوم ان هاد الصرخه توصل سواء عبر المنبر ديالنا او منابر اخرى، ويكون ان شاء الله هاد المسؤولين يعني في المستوى اللي كنتمناو ان اي مسؤول يتحمل مسؤوليته ويجي ويقوم بالعمل ديالو باش هاد الناس يستافدوا من حقوقهم اللي هي يعني حق مشروع. ما تيطالبوش بشي حاجه اللي ما كايناش، ما استافدوش كما تيقولوا مساعدات في الجائحه، ما استافدوا من حتى حاجه. وكنتمناو ان هاد الصرخه تاعهم توصل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مناضلات من اجل حقوقنا، مناضلات من اجل حقوقنا، مناضلات من اجل حقوقنا.